بصراحة ما صدقتش إن طعمه يطلع بالجمال ده، هش جدا وطري بطريقة ما تتخيلها، وطعمه بيدوب في البق دوباء بدون فرد ولا توريق. هنعمل مع بعض الفطيرة التركية اللي طعمها في منتهى الجمال وكمان مغذية. يلا بينا نشوف الطريقة والتفصيل من مطبخ ياسمين جنيد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقدرنا تكون على قد نص كيلو من الدقيق. تقدري طبعا تضاعفي الكمية، وهنعجن بحليب. تقدري تستبدلي الحليب بمي، بس أنا حبيت أضيف لها الحليب علشان طعمها يبقى مغذي أكتر. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هضيف كوباية من الحليب بدرجة حرارة الغرف. هضيف لها معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من السكر. هضيف كمان علبة من الزبادي، وادوب بقى كل المكونات مع بعضها، ومنزلش بالدقيق غير لما اتأكد ان السكر داب تماما مع الحليب. طبعا زي ما قلت في اول الفيديو، مقاديرنا هتكون على قد نص كيلو من الدقيق. معاييرها بالكوباية 4 كوبايات من المج العادي بتاع الشاي. وهننزل بكمية الدقيق ونقلب كده كويس لما الدقيق يختفي تماما مع الحليب. وأخلي جنب كده حوالي ربع كوباية من المية. طبعا كمية المية بتختلف حسب نوع الدقيق. ممكن نوع الدقيق ما ياخدش معايا ربع كوباية المية، بس أنا هحطها جنب كده احتياطي وأقلب كده مع الدقيق، وبعدين أشوف هيحتاج مية كمان قد ايه. لقيته كده محتاج هضيف كده ربع الكوباية، يعني ما ننزلش بكمية المية كلها، ننزل بيها بالتدريج، لأن ممكن نوع دقيق ما يحتاجش معايا لمية. في الأول كده ما بحتاجش العجن خالص، يدوبك بس بدوه الدقيق مع باقي المكونات، واسيبها بقى ترتاح كده حوالي 10 دقايق، بعدين ارجع لها علشان التلزيقة اللي في ايديا دي بقى تختفي تمام. لما بسيبها ترتاح 10 دقايق ارجع لها تاني، بلاقي بقى انها بتبقى سهلة في ايديا وما بتاخدش عجن معايا كتير. بغسل بقى ايديا وبعدين ارجع اعجن فيها، الاقيها مبقتش بتلزق في الايد وبقت ناعمة وطرية وسلسة. ممكن بقى اسيبها كمان حوالي 10 دقايق وارجع اعجن فيها، هلاقيها برضه بقت احسن من الاول. بس انا بصراحة ما ريحتهاش غير مرة واحدة بس، وبعدين بقى شكلها كده ال4 كرات يكونوا متساويين. وقوام العجينة بيكون طري وناعم ومش بيلزق في الايد، قوام حرير. عملنا مع بعض الفطير بأكتر من طريقة على اليوتيوب، بس بصراحة الطريقة دي مغذية أكتر من أي مرة عملتها فيها قبل كده، وطعمها مختلف جدا. جربيها وهتدعيه. ومش كده وبس، ما بيحتاجش بقى عجن ولا فرد ولا توريه. بس تابع معايا الفيديو للآخر وهقولك على كل التفاصيل اللي تخليكي تعمليه ناجح من أول مرة. في الأول كده بقى قطعها ال4 كرات يكونوا متساويين، وهتكون دهنة سطح العمل بمسحة خفيفة خالص من الزيت. وبعد ما بنتهي من تشكيلها هدهن وشها بمسحة خفيفة خالص من الزيت، واغطيه بكيس تلاجة واسيبه يرتاح شوية علشان وشه ما يقشفش. وكل ما ريحنا العجينة اكتر كل ما بقت سهلة معانا في الفرد. بسيبهم يرتاحوا كده حوالي ربع ساعة. كل ما سبت العجينة ارتاحت اكتر كل ما بقت سهلة معايا في الفرد. معايا هنا حوالي 125 جرام من الزبدة. تقدري طبعا تستخدمي الزبدة فرن او اي نوع زبدة متوفر عندك. انا هنا مستخدمة زبدة فلاح. وأفرد العجينة على شكل مستطيل، وممكن نستبدل الزبدة بالسمنة، وممكن زبدة على زيت، وممكن سمنة على زيت. بعد ما بفردها كده على شكل مستطيل بكون محضرة معايا صينية فيها كيس تلاجة دهناه كده في فرشة خفيفة خالص من الزيت، وهنقلها بالراحة خالص كده بقى واحطها في الصينية وادهنها بقى بالزبد. اديلها بقى طبقة معتبرة كده من الزبد، واركنها بقى على جنب، وافرد بقى في واحدة كمان، وهعملهم كلهم بنفس الطريقة. افردها في الاول على شكل مستطيل، بعدين اديلها طبقة من الزبد، وهعمل اول 3 طبقات بالطريقة دي، بس اخر طبقة من ال4 كرات مش هدهن وشها بالزبد. واعذروني بقى لو صوتي متغير شوية علشان انا تعبانة شوية. هفرد بقى اخر طبقة وهضيفها على العجين، وهسيبها بقى ترتاح حوالي ربع ساعة، وهغطيها بكيس تلاجة. يعني انا كده فردت 3 طبقات، كل طبقة دهنتها بالزبد، واللي هفردها دي بقى هي كده الطبقة الرابعة اللي انا مش هدهنها حاجة خالص. هسيبها بقى كده ترتاح حوالي ربع ساعة، ويا ريت تبقى اكتر شوية، يعني كل ما سيبنا العجينة ارتاحت اكتر كل ما بقت سهلة معاكي في الفرد. هفردها بقى كده، هملى بها الرخامة كده على قد ما اقدر. اخرجها كده من الكيس
وافرد بقى كده فيها بشويش خالص، وخلي بالك خلي الطبقات كلهم يتفردوا معايا بنفس الطريقة. يعني لو لاحظت ان الطبقات مش جاية مع بعضها هقلبها كده وادي لها بقى فرد علشان يطلع الطبقات كلهم يتفردوا معايا بنفس الطريقة. هفردها كده بقى على قد ما اقدر، ولو لاحظت انها تبقى شديدة معايا شوية سيبها ترتاح. كل ما سبتيها هتبقى سهلة معاكي في الفرد. بس هي بصراحة انا سبتها ارتاحت اكتر من نص ساعة، علشان كده مخدتش معايا وقت في الفرد واتفردت بكل سهولة. هديلها بقى طبقة معتبرة كده من الزبدة، ادهن وشها كله بالزبدة. بس انا المرة اللي فردت فيها الاربع رولات ودهنتهم بالزبدة ما كنتش محتفظة بيها برا التلاجة، انا كنت مدخلاها التلاجة علشان وقت الفرد الزبدة ما تخرجش منها اثناء الفرد. بعدين بقى اشكلها كده على شكل رو. هاجي من طرف العجينة وابدأ الف رو، اشد والف اشد والف لحد ما بنتهي من لف الرول كله. اللفة اللي انا بلفها دي بقى هتبقى طبقات التوريق اللي هتبقى معايا في الفطير. طبعا سهل وسريع وكمان ما خدش وقت، يا دوبك بس فردتهم لاربع رولات، بعدين فردتهم كلهم مرة واحدة وبعدين لفتهم رو. هسيبها بقى كده ترتاح، انا محتاجة كده العجينة ترتاح شوية علشان وقت ما اجي افردها تتفرد كده بقى معايا بكل سهولة. هحاول اشد العجينة وافردها وبعدين الفها رو، بس الكلام ده بعد ما بسيب العجينة ترتاح شوية. ولو جيت افردها دلوقتي مش هتتفرد معاي، لازم برضه اسيبها كمان ترتاح شوية قبل التسوية. معايا هنا صينية مقاس 28، هدهنها كده بمسحة خفيفة خالص من الزيت او السمن، وهحط فيها العجينة بتاعتنا وهغطيها بكيس تلاجة واسيبها ترتاح كده حوالي ربع ساعة، وهولع الفرن يسخن على درجة حرارة 200. وقبل ما ادخلها الفرن هحاول افردها بقى كويس وادهن وشها بالزبدة. أخدت معايا حوالي نص ساعة، أول ما لقيت القاعدة أخدت لون فتحت لها الشواية وناخد بالنا علشان تاخد كلها لون واحد. طالعة بقى هشة ودايبة بطريقة ما تتخيليهاش، أول مرة أعمل فطير ويطلع نتيجته هايلة بالشكل ده. دايبة جدا ومش متحملة إيد، وقلبها من جوه بقى طري جدا وزبدة. جربيه بقى بنفس الطريقة دي وهتدعيلي. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ياريت ما تنسانيش بدعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر. طبعا بقى من جماله بصراحة لا احتاج معاه جبنة ولا عسل ولا اي حاجة خالص، هو طعمه كده غني وكفاية، مش محتاج اي حاجة جنبه خالص. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، يا رب اكون قدمته لكم بطريقة تليق بيكم وتعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو اول مرة تشوفوني ده مطبخ ياسمين جنيد. سلام يا اجمل متابعين.